شهدت المباراة بين المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 مفاجآت وصدمات لا تنسى جعلت الجميع في حالة ذهول. المباراة التي جرت على أرض الملعب وفي المدرجات كانت مثيرة وجميلة، وفتحت بوابة التاريخ أمام المنتخب المغربي في عاصمة الموضة الفرنسية باريس. بدأت المباراة بحماس كبير من كلا الفريقين، ولكن المنتخب المغربي بقيادة طارق سكيتوي تألق بشكل لافت. استطاع سفيان رحيمي تسجيل هدفه الأولمبي الأول بعد تمريرة ساحرة من زميله المتألق. كان هذا الهدف بمثابة سهم اخترق شباك الأرجنتين وأشعل حماس الجماهير المغربية. انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف مقابل لا شيء. عاد رحيمي في الشوط الثاني ليطلق حمم أقدامه بضربة جزاء، مسجلا الهدف الثاني له ولبلاده. هذا الهدف صعق المنتخب الأرجنتيني الذي بدأ بلا حول ولا قوة أمام أسود الأطلس. حاولت الأرجنتين تقليص الفارق وتمكنت من ذلك في الدقيقة 68 عبر هدف كريستيان ميدينا، وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع سجلت الأرجنتين هدف التعادل، مما تسبب في أزمة كبرى بعدما اقتحمت الجماهير المغربية الملعب واضطر الحكم لإيقاف المباراة. بعد دقائق من الفوضى والإثارة قررت اللجنة المنظمة استكمال المباراة مع إلغاء هدف التعادل الأرجنتيني بحجة التسلل. عاد الفريقان إلى أرض الملعب لاستكمال الدقائق الثلاث المتبقية، ولكن الأرجنتين لم تتمكن من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.